السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا مطبخ نونا جولد. النهاردة هنعمل مع بعض الفطاير او السندوتشات او المناقيش اللي قدامكم الحلوة دي. خطيرة جدا وبعجينة حلوة ومضمونة. بعملها بقالي كتير جدا، هتعجبكم قوي. تحشوها الحشوات اللي تعجبكم. بصوا، احنا هنا في البيت مسمينها مناقيش انا وولادي. بعملها لهم من زمان وبتعجبهم قوي. انا هنا النهارده هعملها بحشوة صدور الدجاج. يلا بقى، اللي اول مرة يشوف قناتي يعمل لايك واشتراك، وما تنسونيش بقى في التعليقات الحلوة بتاعتكم. وتعالوا نشوف عملنا الحاجات الحلوة دي ازاي. مبدئيا كده اهو، جبنا البولة بتاعتنا. حطيت كوباية لبن دافية وراها كوباية مية دافية ومعلقتين سكر. هجيب باكو خميرة فورية هقلبه كله. انا هنا هستعمل كيلو دقيق، بس طبعا مش هحطه كله دفعة واحدة. انا نخلة دقيق جنبي وحط عليه شعرة ملح. وهوريكم ازاي انا هفضل احط بالكوباية حبة حبة، وبعد كده هاخد من الدقيق لحد ما اكون العجينة بتاعتي. هنا في كوباية زبادي معلبة، حطيتها هدوبها كويس جدا كده. وهنا حطيت نص كوباية زيت نباتي. لو عندك زيت زيتون يبقى افضل واحسن طبعا. هنا هبتدي بقى ايه اهو احط الدقيق ورا بعضه كده. هنا الاول ابتديت بكوبايتين دقيق، وادي التالتة، وادي 4 كوبايات. انا حاطه دقيق جنبي ونخله ومحضراه، وهفضل اسحب منه لحد ما اكون العجينه اللي انا عاوزاها. خلاص هنا العجينه هبتدي تتقل. هبتدي بقى ايه استعمل ايدي عشان خلاص. هنا بقى اخدت الدقيق كله، العجينة سحبت الكيلو دقيق كله خلاص. وخدتها كده على الرخامة عشان اعرف اتحكم منها. طبعا انا الدقيق هنا كنت حاطه له بقول لكم معلقة ممسوحة بيكنج باودر ورشة الملح. بس كده، وادي مقاديرنا. هجيب بقى الطبق بتاعي ادهنه شوية زيت، واحط العجينة واسيبها تخمر في مكان دافي لحد ما استعملها. بصوا، العجينة اهي بقت زي الفل وبقت جميلة. والتلزيقة ديت انا عاوزاها كده. هنا انا ايه اهو دهنت الطبق زيت وايديا شوية زيت عشان اعرف امسكها وانقلها في قلب الطبق. ونغطيها كده بالبلاستيك بتاعنا، ونسيبها في مكان دافئ تغلى تخمر، وبعد كده نشتغل بيها. هنا اهو العجينة بسم الله ما شاء الله خمرت اهي. تبتدي بقى اخدها كده وايه اطلع الهواء منها كده، واخدها على الرخامة برضو بتاعتي كده، وابتدي ايه اقطعها براحتي اهي. العجينة بس كبيرة يعني ايه هاخد منها كده ونقسم، ونشيل الباقي برضو ونغطيه عشان العجينة ما تنشفش منه. هنا بصوا انا بعمل الكور دي كل كورة قد حجم البرتقانية. البرتقانية اللي هي الايه يعني البلدي، مش البرتقاني الكبير، لا البرتقانية الصغيرة البلدي هي اللي هتعمل لي السندوتش الكبير اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو ده. ما شاء الله، يعني سندوتش حجمه حلو وكبير. وبرضو وانا بشتغل العجينة اللي هلاقيها يعني كبيرة. هنا اهو بقى انا خدت واحدة من اللي انا كنت مدوراهم، وهفردها كده قدامكم كده زي ما انتوا شايفين. هعملها على هيئة مربع، وبستعين بالفرادة كده. وهي العجينة طيعة جدا وبرضو بتفرد معايا كويس قوي. يعني انا لو في حاجات كتير فطاير كتير فردت بايدي، بس ايه العجينة اللي بلاقيها مش عايزة يعني تظبط معايا بفرد بالفرادة. خلاص
هنا بقى انا كنت عامله شاورمة فراخ اللي عملناها كذا مرة قبل كده. انا مش راضية بقى ان انا كنت اصور لكم برضو الطريقة، علشان الفيديو هيطول عليكم جدا جدا. يعني صدور البانيه جبتها وقطعتها شاورما، ونزلت صدمتها ونزلت عليها بالبصل والفلفل الالوان وطماطمايه وقرن فلفل، والبهارات بتاعتنا بقى اللي هي التوم البودر والبصل بودر والبابريكا والملح والفلفل الاسود والبهارات هنا بقى لو تلاحظوا انا فردت اهي الفراخ في النص بالظبط، وقطعت بالجوانب شرايط متساوية ما يقابلها في الجانب التاني، وحطيت شوية جبنة موتزاريلا. بصوا بقى بعمل ايه، باخد اول طرفين كده، بجيبهم والزقهم، وبعد كده ابتدي اخد واحدة يمين واحدة شمال، واحدة يمين واحدة شمال، واتبت عليها في الجنب كده كويس، واحدة يمين واحدة شمال. بصوا دي بقى هتطلع لنا الساندوتش الكبير اللي انتوا شايفينه، اللي هو على شكل ضفيرة اهو، واحدة يمين واحدة شمال كده اهوت. وحكم ايديا كده على الحاجة كويس، وبقفل من تحت عشان حشوتي في الفرن ما تطلعش اهي. وبرضو لو في زوايد انا باخدهم وبلمهم على العجين اهي. ومحضرة برضو صينية بتاعتي مدهونة دهن خفيف جدا، وهرصها فيه وبالراحة كده، وابتدي اعمل الواحدة تانية وراها اهو. بصوا كده اهي، بصوا ما شاء الله، ولسه هتخمر تاني وتزيد وهتبقى زي الفل. هنبتدي نفرد واحدة تاني اهو، واللي زي ما عملنا في المرة الاولانية هنعمل في المرة التانية. اهم حاجة التقطيعات اللي انت بتقطعيها بالجنب، وتسيبي مساحة كويسة في النص اهي. قطعتها بالجنب زي ما شفتوا كده، وهبتدي اجيب الحشوة برضو في النص، وابعد خالص عن الطروف وابتدي اقفل اهو. في مرة انا بحط جبنة ومرة ما بحطش، يعني في ناس عايزين بالجبنة وناس مش عايزينها بالجبنة اهو. خلاص كده اهي خلصتها، واحطها وهوريكم شكل تاني للفطاير. هنا احنا عملت خلاص كذا رغيف بشكل الضفيرة. هبتدي اوريكم برضو شكل تاني سهل جدا للي مش هيعرف يعمل الضفيرة، برضو هيديكوا يعني شكل منتظم وحلو في الاخر. هفرد برضو كده اهو. هبتدي بقى بالسكينة بتاعتي او القطاعة برضو اللي كانت معايا، بعمل فتحات كده في اخر تلت العجينة كده، بس من غير ما اوصل للاخر. واجيب الحشوة احطها في الاول كده والف عليها رول. سهلة جدا جدا الطريقة دي، وبرضو بتدي شكل ممتاز جدا، وهنشوف كل حاجة مع بعضنا الوقت. هنا بحكم كده على الحشوة بتاعتي كويس الاول بالعجين، وبعد كده ببرمها. بصوا المنظر، ايه رأيكم؟ جميل جدا اهو اهي. برضو هحطها برضو في صينية، ونبتدي نعمل واحدة تاني ونشوف شكلها ونشوف حاجتنا بعد ما تطلع كلها تبقى عاملة ازاي في منتهى الجمال. العجينة طرية جدا حلوة قوي يعني، بس هي مغلباني شوية في الشغل، بس انا عاوزاها كده عشان نتيجتها تبقى جميلة، ما تبقاش قاسية العجينة، ما تبقاش قاسية كده، والمعجنات بتاعتنا تطلع مكتومة. لا كده العجينة بتطلع هشة وطرية، وبتبقى الحاجة جميلة جدا. بظبط انا بقى بايدي كده اهو، وهجيب برضو السكينة اهو، هوريكم واحدة تاني اهي. بصوا الشكل ما شاء الله اهي. ما توصلوش للاخر عشان ما تتقطعش منكم وما تعرفوش تحكموها. الحشوات دي بقى بايديكم انتوا، عايزين تعملوا حشوات لحمه مع لحمه معصجه، جبنات بس، شاورمه لحمه، اللي انتوا عاوزينه في الحشوات ده تعملوه بقى براحتكم اهو. كده بحكم العجينه كده كويس وبقفل عليها، وابتدي الفها رول اهي اهي اهي. بصوا اهو. طبعا انا بسيب المعجنات دي تخمر تاني،
وبندهن برضو ايه الوش بتاعها. بنجيب برضو الصفار البيضة او البضاية، وبنحط عليها شوية لبن وشوية خل او فلفل اسود علشان الزفارة، وبفرشة كده بالراحة بندهن علشان ما نطلعش التخمير والهواء من العجين. وبعد كده هو ترشي بقى سمسم، ترشي حبة البركة زي ما هنشوف كده، وتدخليها على الفرن يكون سخن جدا على درجة حرارة 200. بس اهم حاجة وتحطي برضو على الشبكة، يعني ما تحطيش تحت، المعجنات بتاعتك تنشف منك وتتحمص وتبقى ايه مش حلوة. بصوا اهو، ادي واحدة كمان اهي اهي. هنشوف الشغل كله دلوقتي ورا بعض هيبقى عامل ازاي، هيعجبكم جدا. ايه رأيكم؟ اسهل اهي من الضفيرة وبتدي نتيجة وشكل روعة برضو. بصوا هنا ادي اللي انا عملتهم الاولانيين ودهنتهم بصفار البيض ورشيت عليهم حبة البركة خلاص. وفي هنا قطعتين عجين صغيرين فاضوا وكانت الحشوة خلصت. طب اسيبهم؟ لا طبعا ما سبتهمش، انا قلت بقى ايه اعملهم حاجة حلوة كده. هحشيهم مربى وهنشوف هيعملوا ايه كده معانا. كده هحشيهم مربى كده، اعملهم ايه يعني فطاير مدورة كده محشية مربى اهي. ونحطهم برضو ونشوف النتيجة بتاعتهم اهو كده. بصوا ادي الفطاير الضفيرة اهي طلعت من الفرن بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. وادي الفطاير التانية اهي تحفة تحفة. بصوا واللي هي فوق دي محشية فراخ، وهوريكم الاتنين اللي بالمربى بقى يعني ايه ما شاء الله فرقعوا من الغيظ اهمت. بس عايزة اقول لكم طعمهم كانوا جمال جدا. حطينا حاجتنا اهي في الطبق. بصوا بصوا ما شاء الله. بصوا السندوتش بقى قد ايه، يعني الواحد ياخد واحد وخلاص على كده. جميل جدا جدا جدا، والعجينة هشة وقطنية والحشوة من جوه روعة. يعني بصوا نشتري اكل من بره ليه؟ يعني مش عارفة يعني ايه ده، ايه الجمال ده. بصوا جربوا كده وقولوا لي ايه رأيكم في الجمال ده. وادي الشكل التاني. بصوا بصوا السوا جميل ازاي والعجينة قطنية خالص ازاي. وادي حاجتنا وادي النتيجة قدامكم اهي رائعة وزي الفل. يلا جربوا وقولوا لي رأيكم ايه، وما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظروني في الفيديو القادم ان شاء الله.